الأهلي المصري وهلال أم درمان مواجهة المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، المباراة السادسة والأخيرة مباراة الحسم. من يحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية؟ الأهلي المصري أم هلال أم درمان؟ مباراة خالصة لأشقاء مسلمين عرب، ليس لأحد مسار غير الفوز. من يحجز مباراة التأهل؟ اشتعلت الفتنة والنيران، لمن المصلحة؟ كان استقبال جيد من المصريين إلى هلال أم درمان وجماهير العريقة التي لطالما دائما تحترمها المصريين. وهناك غير الكرة تبادل واحترام بين البلدين. لماذا الفتنة واشتعال النيران وأرفع سقف المعاناة؟ لماذا تشتعل الفتنة إلى أعماق القمة؟ من له مصلحة في ذلك؟ المباراة قوية عنيفة 90 دقيقة فقط لا غير، وليس لأحد مصلحة لاشتعال الفتنة. الأشقاء عرب والمستفيدين غير واضحين. لماذا الفتنة والنيران؟ الأهلي بكيانه الكبير العظيم ببطولات العريقة يدخل متفوقا وأمامه 3 فرص: الفوز والفوز 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 لا بديل عنه. وهلال أم درمان تهاون وفرط في الصعود في ملعبه في عقل بيته في أم درمان. ستشهد المباراة في استاد القاهرة، استاد الرعب كما ذكر، وهو ليس رعب، هو استاد معروف للجميع. هلال أم درمان يواجه معركة عنيفة أمام الأهلي المصري في قلب القاهرة. استقيموا يرحمكم الله، لا بديل عن الفتنة، لا بديل عن فتنة واشتعال النيران. الأشقاء عرب وليس هناك أحد مستفيد غير الخارجين عن القانون. استقيموا يرحمكم الله. الأهلي المصري أشقاء عرب، وهلال أم درمان أشقاء عرب وإخوة وجيران. لا داعي للفتنة والتعصب. لموا الشمل ولا تجعلوا الأديان تختلف والناس تختلف. إنها 90 دقيقة فقط لا غير، وسيكسب من يستحق. من يستحق هو الذي سيكسب. الرجل يرد في الملعب وفي الميدان وليس على السوشيال ميديا. مش كسرنا عينهم في الواقع، سبقونا تلقيح على المواقع. الرجل يرد في الملعب وليس على المواقع وليس على التهاترات. الأهلي كبير والهلال كبير ولهم قاعدة جماهيرية وكل منهما له طموح، ولكن سوف يكسب من ينتصر. أنا مصري أهلاوي صميم، الأهلي في دم بيجري، ولكن أشجع الروح الحلوة والتبادل بين البلدين. إنها المعركة عنيفة نعم، صعبة نعم، قوية نعم، كل منا له طموحات نعم، ولكن لا داعي للفتنة والتعصب. لموا الشمل ولا تجعل الفتنة تتهور بين الشعوب بمجرد كرة جلدية لا قيمة لها على الإطلاق. الأهلي المصري قوي، الأهلي المصري عنيف، الأهلي له تاريخ وله أنياب عنيفة وله طموحات، ودائما ما يتعصب في دور المجموعات ثم ينطلق كالسهم القوي. وهلال أم درمان له كامل الاحترام والتقدير بتاريخه المعروف في أبطال أفريقيا. لا داعي للتعصب، لا داعي لفكك الشمل. استقبال جميل كان من المصريين لهلال أم درمان، لاعبين جماهيريين. لا داعي للمواقع، لا داعي للفتنة، لا داعي لهذا الكلام. نحن في شهر رمضان الكريم، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. الأهلي المصري سيواجه الهلال وينتصر من ينتصر ويخسر من يخسر. سوف نصفق للفائز، الفائز هو الذي نصفق له، والروح الرياضية سوف تسود. استقيموا يرحمكم الله، لا داعي للفتنة. الأشقاء عرب والمباراة قوية نعم، وسوف يسعد ويتأهل من يستحق. الأهلي المصري كبير كما ذكر البعض والمحللين، يدخل المباراة بروح معنوية بتشكيلة قوية، والهلال يدخل بطموحات كبيرة ودوره الكبير، ولكن اصطدم بالأسد الأهلي المصري. هلال أم درمان عانى
هلال الأم درمان وقع في الفخ عندما فرط في فوز سهل على ملعبه، عندما ضاع تأهل أطر الطاهر. الكبير كبير يا أهلي، استقيموا يرحمكم الله، ولا داعي للفتنة والتعصب. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشير، خلي الناس تستفاد، لا داعي للفتنة. واكتب رأيك في التعليقات على ما نقول شهيد. نحن أهلاوية ولكن لا داعي للتعصب. نعم أهلاوي ولا داعي للتعصب. وشكرا، جزاكم الله خيرا، وشكرا وشكرا وشكرا.